والنهارده هنتكلم على اهم 4 برامج لازم يكونوا موجودين على الموبايل بتاعك، سواء انت بتستخدم اندرويد او بتستخدم اي او اس. خليكم معانا عشان نشوف باقي الفيديو. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات اسك تو بي. معاكم عمرو عماد، والنهارده هنتكلم على اهم 4 برامج لازم يكونوا موجودين على الموبايل بتاعك، سواء انت بتستخدم اندرويد او بتستخدم اي او اس. مثلا برنامج زي جلارم ده الفكره بتاعته ايه؟ انك ممكن نحط لنفسك شويه حاجات، انت بتنسى شويه المواعيد اللي عندك او بتبقى عايز تفتكر، بتخش تحط المواعيد بتاعتك ويبعت لك نوتيفيكيشن ويقول لك ان خلاص ان دلوقتي المفروض ميعاد الحاجه اللي انت عايز تعملها. بس مش ده الحاجه المهمه جدا او اللي فعلا تشد جدا في البرنامج ده. البرنامج ده في حاجه مهمه جدا، انك تقدر تخش برقم التليفون بتاعك وتختار ناس يكون عندها نفس الاب وتحط الحاجه اللي انت عايز تفتكرها، الميعاد اللي عايز تفتكره او الوقت اللي انت عايز تفتكره، وبيبعت لهم نوتيفيكيشن في نفس الوقت بتاعك. يعني زي كده بخش اول حاجه نيو الارم وبختار ماي سيلف، وبعد كده بحط اول حاجه بيقول لي اختار التاريخ، بختار اليوم اللي انا عايزه. انا افترض مثلا ان انا هختارها النهارده، تمام، والتايم بتاعها عايزها الساعه كام. بعد كده بحط انا عايز افتكر ايه، التايتل بتاع الموضوع اللي انا عايز افتكره. بعد كده بختار اقدر اعيدها كام مره، وبختار الصوت والتون بتاعها لو انا عايز النوتيفيكيشن بتاعها يبقى صوتها مختلف عن صوت الموبايل، تمام كده. وبدوس سيف وبخرج، خلاص بيبدا يظهر لي نوتيفيكيشن. الميزه بقى فيه ان هو مش بتظهر نوتيفيكيشن مش بتحس بيها، دي هي بتغطي الشاشه كلها ويدي لك صوت عالي جدا، ولازم تقول له خلاص انا هاجل التاسك ده هعمله بعدين، او دن خلاص انا عملت. تاني ابلكيشن معانا ده مهم جدا للناس اللي بتصور مثلا ستوري او عايز يصور حاجه وهو موصل التليفون بتاعه بالراديو بتاع العربيه. طب دلوقتي انا لما باجي، مشكله كبيره جدا بتواجه الناس كلها، انا دلوقتي مشغل ميوزك من على الموبايل وعايز افتح الكاميرا في نفس الوقت. طبعا لو فتحت الكاميرا في الوقت العادي الصوت ما بيطلعش، لان الكاميرا بتاعه الموبايل بتسجل صوت وصوره، فبالتالي لو اي مخرج للصوت تاني من الموبايل مش هيدعمها. بس في الابلكيشن بتاع اوبن كاميرا ده حل المشكله دي، ان انا اقدر ان انا استخدم الكاميرا عادي مفيش مشكله في الوقت ده، مع ان انا مشغل ميوزك واقدر اصورها عادي. الابلكيشن تقدر تنزله عادي من الجوجل بلاي او من على الاب ستور، هو سهل جدا الاستخدام بتاعه، ما بيطلبش منك اي حاجه. هو اول ما بتفتح الابلكيشن بالشكل ده بيظهر لك الكاميرا، بتقدر تختار اماميه او الكاميرا الخلفيه، تمام، او لو عايز تاخد صوره بس مش بس فيديو، وبتختار الكواليتي بتاعتها، وهو بس اللي بيطلبه منك ان هو يقول لك عايز بيرميشن ان هو يقدر يخش على الجاليري عشان يسيف الفيديوز اللي انت هتصورها او الصور اللي هتصورها. ثالث ابلكيشن معانا وهو الصور المتكرره. لو انت عندك صور متكرره كتير، ان نظام الاندرويد كلنا عارفين لما باجي مثلا انا عندي صور وعايز ابعتها لحد تاني على التليفون بتاعه، صور شغل كتير، فالموضوع ده بيخلي الصور تتكرر اكتر من مره وبتاخد مساحه كبيره. البرنامج ده حل لك الموضوع ده، مش هتخش تمسح كل صوره واحده واحده والكلام ده، لا خالص. انت بتخش على الابلكيشن وبيظهر لك اختيارات، بيقول لك انت عايز تعمل السكان ده فين، في الكاميرا ولا فول سكان على الموبايل كله، ولا بتختار فولدر بعينه، تقول له الفولدر ده انا عايز ان اعمل سكان عليه. فانا مثلا هختار الكاميرا، انا عايز اعمل سكان على الصور، او بعمل سكان على الكاميرا، فانا بعمل سكان على الصور اللي في الكاميرا، فبيظهر لي كل الصور المتكرره. يعني هو دلوقتي ظاهر لي كل الصور المتكرره عندي وعامل لي عليها مارك ان دي معناها ان دي موجود منها الاوريجينال بتاعتها وده الكوبي بتاعها. بختارها خلاص، هو مختارها اوتوماتيك، انا ما بعملش اي حاجه، بدوس بس ديليت، خلاص تمام. بيقول لي انت خلاص محتاج ان انت تعمل ديليت، لان انا ممكن اشيلها. يعني ممكن اقول صوره زي دي مثلا انا محتاج تفضل زي ما هي، انا عايز الكوبي بتاعها، ما فيش مشكله، لان الكوبي بتاعها في الغالب بيبقى الميجا بايتس بتاعته اقل، يعني الكواليتي بتاعت الصوره بتبقى اقل، فممكن اختار الاوريجينال اللي انا مسحها لو انا مش محتاج الكواليتي بتاعها في حاجه. فخلاص انا اخترت، بقول له تمام الصوره دي، فبدوس ديليت وبتمسح معايا عادي، تمام كده. وبعد كده بيقول لي ان الفري سبيس دلوقتي بعد ما مسحت ده يظهر لي السبيس اللي اتوفرت بعد ما مسحت الصور. رابع ابلكيشن معانا وهو الابلكيشن ده، وفي كذا ابلكيشن موجود للورك اوت عموما، بس ده يعتبر من افضلهم. الابلكيشن ده اللي هو الهوم ورك اوت، ده بتلاقيه برده موجود على الاب ستور او على جوجل بلاي. اول ما بتحمله فري، بيبدا يطلب منك شويه حاجات، يقول لك الجول بتاعك ايه، انت عايز تعمل ايه، عايز تزيد في الوزن، تقل في الوزن، عايز تعمل ورك اوتس مثلا لعضله معينه. وده المميز فيه ان هو بيختار لك الماسلز معينه، يعني هو بيختار عضله معينه انت عايز تتمرن عليها، فبيقول لك حط الطول بتاعك والوزن والتارجت والكربوهيدرات اللي انت هتحتاجها في اليوم والبروتين اللي انت هتحتاجه في اليوم لجسمك. بعد ما بتحط كل الكلام ده، هو حتى هنا بتفتح الابلكيشن زي ما ظاهر كده، ورك اوت والكالوريز بتاعتك والمينتس بتاعت التمرين، بتتمرن وقت قد ايه. فانا بحط الجول بتاعي، انا عايز مثلا ازيد في الوزن او اخسر وزن. الحلو بقى فيه ان هو بيختار لك كذا اختيار، يعني يقول لك اول حاجه انت لسه مبتدئ، ولا يعني بتتمرن بس على فترات متباعده، ولا انت خلاص يعني انت حد محترف وعايز تكمل او تحافظ على الشيب اللي انت عامله. فلو انت اخترت اول حاجه تمام، اللي هو انا لسه مبتدئ، بيقول لك انت محتاج تمرن عضلات ايه بالظبط، ايه اللي في جسمك حاسس ان هو محتاج تمرين اكتر، عايز تمرن عضلات بطن، عضلات كتف، عضلات رجل، في كل التمارين وبالتفصيل. ومش بس كده، لما بتختار مثلا لو اخترنا الرجل زي كده، هو جايب لك كل الاوضاع بتاعه
بتاعه التمرين بتاع الرجل بانتظام، وكاتب لك كل الاوضاع بتاعه التمرين بتاع الرجل بانتظام بدايه من ايه والوقت بتاعها، او لو ليها عدات مش وقت يعني مش بتتعمل بوقت. بتخش على الفيديو زي كده وبيجيب لك فيديو ليها تفصيلي للحركه عشان برضو ما تعملش الحركه مش مظبوطه او تعملها غلط. في فوق علامه كاميرا على اليمين، مجرد ما بتدوس عليها بيظهر لك بالشكل ده. هو بيشرح لك كمان، يعني هو بيشرح لك بالظبط انت بتعمل ايه وهتستفيد منه ايه، وبيشرح لك الخطوات بتاعتها بالتفصيل. لو دوست ستارت هنا هبدا بيبدا يديني يقول لي احنا خلاص هنبدا، خليك مستعد، هيبدا كمان. وبيجي في دقايق عماله تقل معايا. لو انا دوست خلاص كده انا ريدي، بيبدا بيديني برضو التعليمات زي كده، وبيقول لي ان انت تقدر تعمل الحركه دي لمده. بيشرح لك برضو بالتفصيل تعمل ايه عشان ما تلخبطش. كده شرح لي كل حاجه. ولو انا خلصت التمرينه بتاعتي بقدر ادوس دن عادي مفيش مشكله، او ان انا سكيب لو انا مش عايز اعملها. دلوقتي احنا شرحنا 4 من اهم البرامج اللي موجوده على التليفون بتاعك اللي انت هتحتاجها لو محتاج مثلا دلوقتي عندي مساحه زياده في الموبايل، او المساحه عندي فيها مشكله محتاجها حاجه زي كده. عندي مثلا انا بنسى، محتاج حاجه تفكرني بانتظام وتفكر المجموعه اللي معايا اللي انا عملت لها شير للميعاد اللي انا عايزه ده. او لو انا بحتاج بصور ريل او بصور حاجه من خلال الموبايل، او لو بالنسبه مهتم بالجزء الخاص بالورك اوت في البيت، فكده يعتبر دول من اهم البرامج اللي ممكن تحتاجها. واستنونا في حلقه جديده من حلقات اسك تو بي.